الله يعلم ما نشكو من الألم وما نعانيه من ضيق ومن سقم، لكن لنا فيه ظن لا يخيبنا، حاشاه أن ترجع الأيدي بلا نعم. كم جاد من فضله قبل السؤال، وكم أعطى وأغنى بمحض الجود والكرم. الله يعلم ما نشكو من الألم وما نعانيه من ضيق ومن سقم. يا لهوي على الكركبة دي كلها. أنا أحسن واحد في الكركبة، مفيش أحسن مني. الدنيا كلها متكركبة، والحبة دول عايزين يوم بحالهم عشان يتنضفوا. بس دلوقتي عايز يعني أطبع ورق. الألماني طبعا مش معايا مذكرة ليه، فمحتاج إن أنا أطبع الورق، بس بطبعه من الكمبيوتر عشان الموضوع بيبقى صعب حبتين، عشان مش بعرف أطبع طبعا من التليفون. محتاج ان هو يتوصل شوية بالجهاز عشان اقدر ان انا اعمله. طبعا انا بنزل المذكرة من الجروب دوت. وطبعا هنزل بنك اسئلة كده، بس محتاج انزله عشان احل منه. عايزين نشوفها بس شغالة ولا ايه؟ تمام شغالة كده، بس عايزين بقى ننزل الصورة بقى عشان نطبعها. طيب احنا المفروض ان احنا نذاكر تحت، بس المشكلة ان الواحد يعني ما عادش عايز يقعد تحت ويذاكر. مع ان بقعد تحت بريح دماغي عشان اختي بتجرفني بسبب الصداع والقرف دوت. ف وبنفس الوقت بحب اطلع اقعد فوق سطح اذاكر، بس المشكلة ان الجو مولع نار. فاخدنا اوضة كده وقعدنا فيها نذاكر الكيمياء. طبعا امبارح النهاردة 8 تقريبا، 8/5. امبارح سمعت الحصة كلها بتاعت الكيمياء، والمفروض ان انا اذاكرها دلوقتي واخلصها خالص واحل واجبها واسمع حل الواجب، وبقى كده خلصت المحاضرة دي. بفضل 3 محاضرات كيمياء و3 محاضرات فيزياء وحصة الألماني، وكمان عندي امتحان بكرة حاسب آلي في المدرسة المفروض أروح. فنشوف الدنيا هتمشينا ازاي، وإن شاء الله هنضغط روحنا على قد ما نقدر عشان نلحق أخلص المنهج قبل الامتحانات. فادعولي كده لأن الدنيا بايظة صراحة يعني. السلام عليكم. معلش بقى ال لسه جاي من شوية اللهم صل على النبي. لسه مخلص امتحان حاسب آلي من شوية. معلش الإضاءة مش حلوة، بس لسه جاي من شوية الامتحان. الامتحان كان الساعة 9، والمفروض إن أنا خلصت الساعة، المفروض أطلع 12. الساعة دلوقتي 11:30. طلعنا بدري. امتحاننا دين وامتحاننا حاسب آلي. الدين صحيت الصبح بدري قبل الامتحان، ده أحفظ الصورة، أراجع عليها كده مراجعة بسيطة عشان أعرف أحلها في الامتحان، وخلصت.
النهاردة قدامي، النهاردة 9، النهاردة وبكرة لازم أخلص فيهم بسرعة، عشان خلاص امتحان يوم 13/9 اللي هو يوم الاثنين، يوم العربي. المفروض إن أنا محتاج يوم الأحد والسبت عشان أذاكر فيهم العربي أو أراجع عليهم مراجعة تمام التمام. فقدامي النهاردة الخميس والجمعة، المفروض إن أنا أخلص درسين اللي فاضليني بتوع الفيزياء. أنا خدت الدرس الأولاني في امبارح، وسمعته كله، والمفروض إن أنا أذاكره النهاردة وأحله. وحليت واجب وذاكرت المحاضرة التانية في الكيمياء، والمفروض إن أنا وحليت عليها امبارح. لسه هسمع النهاردة الحل وهاخد المحاضرة التالتة. بص بجري بسرعة أوي عشان ألحق أخلص المنهج. وشرحنا الأكسدة والاختزال. نرجع بعد كده، الشكل المقابل يعبر عن كتلة أحد الرواسب المتكونة عند إضافة قطرات من محلول هيدروكسيد الصوديوم إلى محلول أحد الأملاح الدهنية. ثم موافقة سهلة. أول حاجة الراسب كان بيتكون، حلو كده؟ الصوديوم في الصناعة بالتحليل الكهربي، خلاص بقى نسبة لمحلول ولا مصروف؟ لا، نسبة مش لمحلول. كم جاد من فضله قبل السؤال وكم أعطى ملح شحيح الذوبان في الماء الأسود. أي حاجة بتدوب في المية بيكربونات. أمونيوم، ده إيه الكلام الحلو ده؟ يبقى أكيد يعني المادة دي في الماء عند تسخين محلول واحد. إحنا عايزين حاجة ما بيدوبش مية. فمبدئيا أي حاجة تصل أو تسخن أو حاجة ده كلام حلو. يبقى أكيد يعني مالش عند تسخين محلول بيكربونات. ليه؟ أمر تسخين محلول في الماء عند تسخين محلول حاجة ما بيدوبش مية. فمبدئيا أي حاجة في الماء عند تسخين محلول حاجة ما بيدوبش مية. كم جاد من فضله قبل السؤال وكم أعطى وأغنى بمحض الجود والكرم. الله يعلم ما نشكو من مساء الخير. لسه النهاردة الجمعة، النهاردة تقريبا 10/5، والمفروض إن أنا نمت أذاكر، ونمت 3 ساعات. كنت مش قادر خالص، كنت نايم على الكنبة وعيني بتغفل. يعني كنت صاحي وعيني غفلت مرة واحدة كده، عشان كنت تعبت وشلت حاجات كتيرة يوم الجمعة. كمان كنت وأنا بشيل قصة نحلة هنا في صباعي. نمت 3 ساعات متواصل وصحيت بعد المغرب كده. صليت المغرب دلوقتي والمفروض إن أنا امبارح ولا النهاردة، امبارح تقريبا ما عملتش حاجة. يعني كان معايا، المفروض إن أنا معايا الخميس والجمعة، فالمفروض إن أنا كان أخلص كل اللي ورايا فيهم، بس ملحقتش. يوم الخميس مفضلتش، رحت أبو كبير ومش عارف رحت فين تاني، مفضلتش خالص. والنهاردة الجمعة يعتبر اليوم عدى أهو، ومخدتش بس إلا سمعت حصة الكيمياء، ومحتاج إن أنا أحضر. فاضل لي 3 محاضرات عايز أسمعهم وعايز أذاكرهم وعايز أحل الواجب بتاعهم. وعندي في الفيزياء امبارح خدت الدرس تقريبا وذاكرته، والنهاردة عايز أذاكره وعايز أراجعه بقى وأحل الواجب بتاعه وأخد الدرس الجديد. وبكرة السبت، قدام السبت والحد ويوم الاثنين أول امتحان هو امتحان عربي. ويوم الحد عندي امتحان حاسبالي. أو معلش أنا كنت غلطان في الامتحان، بس طلع إن يوم الخميس كان دين
مش عارف تكنولوجيا وإدارة أعمال ومشروعات. لا، النهاردة يوم الأحد هو يوم اللي هيكون فيه امتحان الحاسب الآلي والتربية الوطنية تقريبا. فأنا المفروض وبكرة عندي درس عربي الساعة 9، ويوم الأحد برضو عندي عربي الساعة 9 عشان يومين بقى. وهضطر كده بكرة اللي أنا كنت المفروض إن أنا هذاكر عربي فيه هو وبعده، لأ أنا هذاكر أكمل شوية في الفيزياء والكيمياء والألماني. وبالليل اللي هو بالليل بتاع بكرة هذاكر عربي، هذاكر الأدب كده، هاخده كله مرة واحدة لأن هو أتقل حاجة في العربي السنة دي. وكده كده النحو والبلاغة هيتلم إن شاء الله يوم الأحد. يعني هقدر ألمه بسرعة لأن كنت مذاكره قريب، مش الموضوع مش في حوار. وهبقى أحل كده شوية امتحانات كده الصبحية قبل الامتحان والموضوع هيعدي إن شاء الله. الحمد لله خلصنا محاضرة درس الفيزياء، واللي هو الدرس الأول في الباب التاني. فاضل لي درسين في الفيزياء و3 محاضرات في الكيمياء. أنا هاخد النهاردة المحاضرة الثالثة، هيبقى أخلصها هيكون فاضل لي محاضرتين. هاخد دلوقتي المحاضرة الثالثة في الكيمياء الساعة دلوقتي 11:10 بالليل طبعا، عشان أصحى الصبح وأحل كم محافظة عربي كده قبل ما أروح الدرس العربي. الحمد لله. لسه مخلص دلوقتي المحاضرة وبقفل كله الساعة دلوقتي 1 عشان أخش أطلع أنام. المحاضرة خدت مني 1.5 ساعة تقريبا ولا ساعة. ماشي، هخش أنام دلوقتي عشان عندي درس الساعة 8 وعايز أصحى بدري عشان أحل المحافظة في العربي. كم جاد من فضله قبل السؤال وكم أعطى وأغنى بمحض الجود والكرم. الله يعلم ما نشكو من الألم وما نعانيه من ضيق. يا هلا والله. النهاردة السبت 11/5. بعد بكرة عن امتحان العربي. جيت رحت درس العربي الصبح النهاردة والساعة دلوقتي 10:30. شفت كذا فيديوهات كده بتتكلم عن حاجات كده بعيدة عن الدراسة خالص. والمفروض دلوقتي إن أنا أذاكر درس الفيزياء. درس الفيزياء أنا ذاكرته تمام، لسه حلوة عشان آخد درس جديد. وهذاكر درس الكيمياء اللي أنا سمعته امبارح، إن أنا ابتديت طلع 1 بالليل امبارح أو الساعة 1 بالليل. عايز أذاكره بسرعة كده وأحل واجبه. وبالليل يعني النهاردة هكون مضغوط جامد جدا، وبالليل هكون بذاكر اللهم صل على النبي الأدب، عشان بكرة هيكون آخر يوم إن أنا ألحق ألم المنهج وبتاع كده عشان أعرف أحل في امتحان العربي. الشكل موضح كمية معينة من غاز محبوس داخل الإناء. السلام عليكم. معلش الإضاءة مش مظبوطة، بس عايز أقول إن امبارح معرفتش أصور كتير. النهاردة 12/5، بكرة أول يوم امتحان العربي. النهاردة طبعا رحت امتحان الحاسب الآلي والتربية الوطنية وخلصتهم. بعد كده رحت على درس العربي وخلصته وجيت. والساعة دلوقتي المغرب هيأذن اهوت الساعة 7.
وبذاكر ذاكرت بعد العصر نحو، ودلوقتي بذاكر أدب وبحاول أخلص فيه، وبعد المغرب إن شاء الله هذاكر كيمياء عشان لسه مش خلصتها، عشان مش هلحق أخلصها. فحاجة غريبة كده يعني، بكرة علينا امتحان عربي وبذاكر كيمياء، بس أنا العربي ذاكرت النحو بعد العصر، ودلوقتي بذاكر الأدب. أول ما أخلصه إن شاء الله هذاكر الكيمياء، أكمل ذاكرة الكيمياء وأحل عليها. والصبح بدري إن شاء الله لو ربنا قدرنا هصحى الصبح أذاكر بلاغة وأظبط كل حاجة عشان إيه رحمة الله عليا. مدرسة كلاسيكية أو اتجاه المحافظة الشعر الكلاسيكي. أول حاجة إن هما في التزام بالوحدة والوزن، الالتزام بالوزن والقافية الواحدة. السلام عليكم. النهاردة 13/5، لسه جيت بالامتحان النهاردة، خلصت العربي والحمد لله كان كويس، الحمد لله عرفت أحل كويس. في علة كان تقيل شوية بس كان حلو. ورجعت لقيت الامتحان أصلا بيتسرب أصلا، فحبيت أبص عليه بصة كده، فلقيت اللي أنا غلطان تقريبا 3 غلطات أو 4 غلطات. الهوا جميل والدنيا جميلة. النهارده كان امتحان انجليزي، والحمد لله يعني الامتحان كان كويس. ذاكرت كتير أوي في الانجليزي عشان كنت مقصر فيه جامد، والحمد لله يعني لحقت النهارده. امبارح جنيت اذاكر الكلمات بتاعت الواحد كلها، صحيت الصبح بدري ذاكرت حروف الجر والقواعد. ايه الاخبار؟ عاملين ايه؟ لسه جاي النهارده من امتحان الالماني وخلصته. واول ما خلصت جيت لحظه واحده كده. اول ما خلصت جيت عشان اتكلم عن الامتحان كان كويس والحمد لله حليت فيه كويس، بس رحت متاخر. كان الامتحان 1.5 ساعة، رحت متأخر ربع ساعة، خدت امتحان 1.25 ساعة، والوقت زنقني فعلا يعني. كان عندنا قطعتين حليتهم، و3 أسئلة و5 أسئلة مواقف، وكمان 5 أسئلة جراماتيك، وسؤال إيميل وسؤال أوفزاتس اللي هو الباراجراف يعني. اتأخرت في كتابة الباراجراف لأن طبعا المشكلة في الألماني عندي اللي أنا إنني في حتة إن أنت بتكتب ولازم تكون تكتب الأداة الصح ولا لأ عشان ما تغلطش، فاهمني؟ فخلصت، وبعد ما خلصت بدأت إن أنا أروح ازيكم يا شباب المستقبل. النهاردة يعني ممكن تستغربوا، النهاردة لسه مخلص آخر يوم في الامتحانات، النهاردة مخلص الكيمياء. ما لحقتش أصور يعني كل امتحان كنت بطلعه ما لحقتش أصوره من أول البحث، ما لحقتش أصور. ما لحقتش أصور. فالنهاردة لسه مخلص دلوقتي والحمد لله خدنا أجازة كده والدنيا تمام. الكلمة كانت سهلة جدا جدا جدا، لأني قاعد بذاكر فيها لحد لما خلصتها، والحمد لله جت سهلة جدا وحلفت أحلها.